ونحن ما احنا طريقة كما هي الطرق الأخرى، احنا أهل أصول. هل يمكن أن لا يكون السلف هم إن شاء الله الذين على الحق؟ لأنهم الأقرب لرسول الله وخلفائه. طيب وإذا كان في شخص ارتكب خطأ وبين قوم آخرين، مش ذنب الآخرين يقتلون معه، لكن الذي نراه الآن في دول إسلامية ودول عربية بالعشرات بل بالمئات ما لهم دخل أبدا، لا رجال ولا نساء ولا أطفال، يذهبون في تفجير، إنسان مزق نفسه في تفجير أو قاد سيارة، يعني أمر مؤلم. ولماذا ينسب هذا إلى الإسلام؟ ولكن هذا فرح به أعداء الإسلام. ثم يا أخواني أوصيكم وأوصي نفسي، أي شيء يأتينا من اجتهادات حديثة لا نقبلها، نقبل الأصول والأصل. نحن لا نستطيع أن نتجاهل الواقع، ولا نستطيع أن نتجاهل ما يطرح وما طرح وما تعرضت له جامعاتنا من أساتذة أتوا بأفكار لا تمت إلى ما عليه أهل السلف وعلماء السلف. نحن يا أخوان أمة ارتضت لنفسها أفضل شيء في الوجود، وهو كتاب الله وسنة نبيه، وهذا فخر لنا ونعتز به دنيا وآخرة، ونرجو ثواب الله إن شاء الله، وهو الهادي لنا والهادي لمن ضل أن يعود إلى كتاب الله وسنة نبيه. ونحن إن قالوا عننا سلفيين فنحن نتشرف بهذا، ونحن إن شاء الله سنكون على ما كان عليه السلف.